السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نتعرف عن الأخبار العالمية الجديدة. بنغلاديش تقرر إطلاق اسم الأمير الوالد حمد بن خليفة على شارع في داكا. أصدر رئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمان أمس الأربعاء توجيهات للسلطات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسمية شارع مناسب في العاصمة داكا باسم الأمير السابق لدولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بعد أيام من وفاته، في مبادرة توصف بأنها الأولى في منطقة جنوب آسيا. وجاء ذلك التوجيه من رئيس وزراء بنغلاديش أثناء مشاركته في مناقشة خلال جلسة برلمانية بشأن اقتراح قدمه زعيم كتلته المعارضة الدكتور شفيق الرحمن بتسمية طريق مناسب في داكا باسم الأمير الوالد الراحل. وقال رئيس الوزراء أصدر بالفعل تعليمات شفوية للوزارة المعنية في هذا الصدد. وأضاف رئيس الوزراء بعد شهور من توليه منصبة: لقد أصدرت بالفعل تعليمات شفوية إلى وزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية والتعاونيات لتحديد طريق مناسب تابع لمؤسسة مدينة وتسمية باسم المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وقدم طارق رحمان شكره الخالص لزعيم المعارضة الدكتور شفيق الرحمن نيابة عن الحكومة على طرح هذه المسألة. وفي إشادة بأمير قطر الراحل قال طارق رحمان: بتكريمنا للشيخ الراحل الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، فإننا نعبر أيضا عن احترامنا لشعب قطر، فقطر دولة دعمت مسيرة التنمية في بنغلاديش بطرق عديدة وما زالت تقوم بذلك. وأضاف أن قطر من خلال توفير فرص عمل لملايين البنغلاديشيين أصبحت شريكا قيما في التنمية الاقتصادية للبنغلاديش، مضيفا: علاوة على ذلك، عندما اندلعت التوترات في الشرق الأوسط حول مضيق هرمز وتعرضت قطر نفسها لهجمات مختلفة، فإنها اعتنت بشؤون ملايين المغتربين بنغلاديشيين كما لو كانوا من مواطنيها وضمنت سلامتهم. وقال إنه بالنظر إلى كل هذه المساهمات أعلنت بنغلاديش يوم الحداد الرسمي تكريما للشيخ الراحل حمد بن خليفة آل ثاني، بينما نكس العلم الوطني. وبالإضافة إلى إعلان الحداد الوطني، قاد الهداف التاريخي لكأس العالم لكرة القدم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين حامل اللقب. توجه رئيس البرلمان البنغلاديشي حافظ الدين أحمد إلى الدوحة لتقديم تعازي بنغلاديش ومواساتها العميقة لدولة قطر عبر تسديدة قوية من مسيمي إلى قلب الطاولة على إنجلترا بالفوز عليها بهدفين متأخرين الأربعاء في أتلانتا لتبلغ نهائي مونديال 2026 وتضرب موعدا مع إسبانيا ميسي إلى نهائي كأس العالم للمرة الثالثة بعد تغلب الأرجنتين على إنجلترا. وكانت إنجلترا في طريقها إلى بلوغ النهائي الثاني في تاريخها عندما توجت بلقبها الوحيد بعدما تقدمت بهدف أنتوني غوردون في الدقيقة 55. إسبانيا إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية بعد الفوز على فرنسا، حكمان عربيان في المربع الذهبي للمونديال جيد والمخادمة يكتبان التاريخ النهائي غير مسبوق
ورفع ميسي أفضل هداف في تاريخ كأس العالم 21 هدفا بفارق هدف واحد أمام مهاجم فرنسا، والشريك الأخير في صدارة لائحة الهدافين في النسخة الحالية 8 أهداف لكل منهما، لكن ميسي يتقدم بالتمريرات الحاسمة مساهمات التهديفية إلى 12 تمريرة حاسمة في تاريخ النهائيات، وهو رقم قياسي. تلتقي الأرجنتين التي بلغت النهائي الثاني تواليا والسابع في تاريخها في سعيها إلى اللقب الرابع في المباراة النهائية الأحد المقبل على ملعب الميتلاف في إيست مع إسبانيا بطلة أوروبا التي تغلبت على فرنسا الوصيفة الثلاثاء في دالاس، وستكون المرة الأولى في تاريخها المونديال التي يلتقي فيها بطل أمريكا الجنوبية وأوروبا في المباراة النهائية، والمرة الأولى بين فريقين ناطقين بالإسبانية منذ نهائي 1930 بين الأوروغواي والأرجنتين. وأخيرا أشكركم شكرا جزيلا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.